السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تخيلوا أنه كان هناك زمن كانت فيه لغتكم العربية هي لغة العلوم في قلب أوروبا، زمن كان فيه طلاب فرنسا وألمانيا يتفاخرون بلباس القفاطين والعمائم ليقال عنهم أنهم مثقفون. لكن هل سألتم أنفسكم يوما كيف لإمبراطورية بنتها العقول وحمتها السيوف لثمانية قرون أن تتبخر في لحظة خيانة؟ في هذا الفيديو لن نسرد تاريخا مملا، بل سنكشف لكم الأسرار المسكوت عنها والتفاصيل الدقيقة للحظات الأخيرة قبل ضياع الفردوس المفقود. ما ستسمعونه الآن قد يغير نظرتكم للتاريخ للأبد. جهزوا أنفسكم فنحن غائصون في أعماق الأندلس. هل تعتقدون أن التاريخ مجرد صفحات صفراء؟ تخيلوا معي عالما كانت فيه أوروبا تعيش في ظلام دامس، بينما كانت هناك بلاد تنبض بالحياة، شوارعها مرصفة، مكاتبها تغص بالمخطوطات، وقصورها تعزف فيه المياه ألحان الخلود. نحن لا نتحدث عن خيال، بل عن الأندلس، الفردوس المفقود، والقصة التي لم تنتهي بعد. بدأت الحكاية برجل واحد، عبد الرحمن الداخل، فتى هارب من سيوف العباسيين في دمشق، عبر الصحاري وحيدا وقطع البحار طريدا ليصل إلى أرض ممزقة. لم يكن يملك جيشا، بل كان يملك رؤية. في لحظة تاريخية استطاع هذا الشاب أن يحول الشتات إلى دولة والضياع إلى أمجاد. لقب بصقر قريش لأنه بنى مملكة من العدم، وجعل من قرطبة منارة للعلم تنافس بغداد في عز صباها. انتقلوا معي الآن إلى زمن عبد الرحمن الناصر. هنا وصلت الأندلس إلى ذروة المجد. هل سمعتم عن المدينة الزهراء؟ مدينة بنيت من الرخام والذهب. كان الملوك من أقصى أوروبا يأتون إليها حفاة، طمعا في رضا خليفة المسلمين. في هذا الزمن كان الطبيب الزهراوي يخترع أدوات الجراحة التي نستخدمها اليوم، وكان ابن فرناس يحلق في السماء كأول رائد طيران في التاريخ. لم يكن الصراع دينيا بحتا، بل كان سباقا نحو الحضارة والرقي. لكن السم بدأ يتسرب إلى الجسد. ملوك الطوائف 20 دويلة صغيرة، كل حاكم يرى نفسه سلطانا، انشغلوا بالمناصب ونسوا الوطن. بدأوا يستعينون بالخصم ضد الأخ ويدفعون الجزية وهم صاغرون. هنا ظهر المرابطون ثم الموحدون من المغرب الكبير لينقذوا الأندلس من سقوط وشيك في معارك خالدة مثل الزلاقة والأراك. لكن الجرح كان غائرا، والنهاية كانت تقترب بخطى ثابتة. وصلنا إلى المشهد الأخير سنة 1492. غرناطة، آخر معاقل الأحلام. خرج أبو عبد الله الصغير يسلم مفاتيح المدينة. وقف على تلة تسمى اليوم زفرة العرب الأخير. نظر إلى مآذن القصر الحمراء وبكى. هنا قالت له أمه الصارمة: ابك مثل النساء، لم تحافظ عليه مثل الرجال. سقطت الأندلس، لكنها تركت خلفها روحا لا تموت. اليوم إذا زرتم إسبانيا ستجدون الأندلس في الرائحة، في نقش الحجارة، وفي مئات الكلمات الإسبانية ذات الأصل العربي. الأندلس ليست ماضيا، بل هي درس عن القمة والقاع. هي ليست جغرافيا فحسب، بل هي فردوس أقامه المسلمون في قلب القارة الأوروبية لمدة 800 عام. 8 قرون من الحضارة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا. كيف تحولت أرض القوط المنسية إلى مركز الثقل في العالم؟ وما هي التفاصيل الدقيقة لحياة الأندلسيين التي جعلت ملوك أوروبا يبعثون بأبنائهم للدراسة في جامعات قرطبة؟
اربطوا الأحزمة، فنحن على وشك الدخول إلى أكثر عصور التاريخ إثارة. في سنة 92 للهجرة وقف طارق بن زياد أمام مضيق سيحمل اسمه للأبد بمجموعة صغيرة من الرجال. واجه جيش لذريق الملك القوطي الذي كان يفوقهم عددا وعدة في معركة وادي لكة. لم يكن الصراع على تراب فقط، بل كان لإنقاذ شعب كان يرسخ تحت ظلم الإقطاع. هل تعلمون أن طارقا لم يحرق السفن كما تقول الأسطورة؟ بل أحرق الخوف في قلوب جنوده ليفتحوا بلادا امتدت حتى جبال البريني على حدود فرنسا. بعد سقوط الدولة الأموية في دمشق طارد العباسيون كل أموي على وجه الأرض، لكن فتى في 19 يدعى عبد الرحمن بن معاوية سبح في نهر الفرات هاربا وتغلغل في صحاري إفريقيا ل5 سنوات. دخل الأندلس وحيدا وبذكاء سياسي خارق وحد القبائل المتناحرة. لم يبني الداخل جيشا فقط، بل بنى جامع قرطبة الكبير وجلب أشجار النخيل من مسقط رأسه ليزرعها في أرض غريبة. هنا ولدت الدولة الأموية الأندلسية التي استمرت قوية لقرون. دعونا نتعمق أكثر. كيف كانت تبدو قرطبة في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر؟ كانت المدينة تحتوي على 80,000 حانوت و700 حمام عام، في الوقت الذي كان فيه ملوك لندن وباريس لا يعرفون القراءة. كانت مكتبة الحكم المستنصر تضم 400,000 مجلد. هل سمعتم عن زرياب؟ هذا الرجل لم ينقل الموسيقى فقط، بل علم أوروبا أدب الطعام، الإتيكيت، وكيفية ترتيب الوجبات ولبس الملابس المختلفة حسب فصول السنة. كانت الأندلس هي نيويورك ذلك الزمان، مقصد كل طالب علم ورفاهية. لكن داء الأمم حل بهم الطرف والنزاع. انقسمت الدولة إلى دويلات صغيرة بعد وفاة المنصور بن أبي عامر. هنا بدأت مأساة ملوك الطوائف. كان كل حاكم يبني قصرا أفخم من جاره، بينما كانت جيوش القشتاليين تتربص بهم. لقد وصل الهوان ببعضهم أن يدفع نصف ميزانية شعبه كجزية للملك ألفونسو. ورغم تدخل أسود المغرب من المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة، إلا أن الفرقة كانت أقوى من النصر. صمدت غرناطة 200 سنة بمفردها بعد سقوط كل المدن. بنى بنو الأحمر قصر الحمراء، آية العمارة التي تحير المهندسين إلى يومنا هذا. لكن الخيانات الداخلية كانت كالسوس الذي ينخر في الخشب. في ليلة باردة من يناير 1492 سلمت مفاتيح المدينة لإيزابيلا وفرديناند. رحل المسلمون بعد أن تركوا حضارة غيرت وجه البشرية، وبقي الأذان محبوسا في جدران المساجد التي تحولت إلى كنائس. الأندلس يا سادة لم تسقط لقوة أعدائها، بل لضعف أبنائها وتشرذمهم. هي قصة تقول لنا إن العلم والوحدة هما حصن الأمم، وإن الطرف والنزاع هما طريق الزوال. سقطت الأندلس كدولة، لكنها بقيت كغصة في قلب كل من يعرف قيمة المجد. الرسائل التي تركها لنا أجدادنا من هناك واضحة كالشمس: العلم يبني والفتنة تهدم. الآن وبعد أن رأيتم كيف ضاع هذا الفردوس، هل تعتقدون أن التاريخ يعيد نفسه اليوم في واقعنا المعاصر، أم أننا تعلمنا الدرس أخيرا؟ أنا بانتظار آرائكم النارية في التعليقات. وإذا كنت تعتز بهذا التاريخ فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك لتكون جزءا من عائلتنا التي تبحث عن الحقيقة. كانت معكم بسمة، نلتقي في القصة القادمة. سلام.